السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر على راسي. بحبكم قوي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي وانتوا السند والعون بعد ربنا. ان شاء الله قناتي هتكبر بيكم وليكم باذن الله. بشكر الناس الجديده اللي دخلت قناتي، نورتوني وشرفتوني وانتوا تاج على راسي. حطوا لي بقى اللايك حبايبي. وبشكركم الناس اللي سالت عليا، معلش بقى لي كام يوم ما نزلتش فيديوهات. حقكم عليا، انا بتاسف لكم. كان في ظروف بس كده، والحمد لله هنرجع زي الاول وهنقدم كل يوم فيديو كده باذن الله. اللايك حبايبي ما تنسونيش. هنتكلم النهارده على كذا موضوع. هنتكلم على سماح بحياتك وقرفينا معاكي، هنتكلم على محمود وسحر، وهنتكلم على الست ام جنى الكوارث اللي بتعملها. حطوا لي بقى اللايك. هنبدا بمحمود والفيديو اللي كان اكتر من رائع. ان سحر كانت بتلبس بنتها ايناس الحجاب، وده عجبني جدا جدا جدا. احنا عارفين ان محمود بنته انجي اللي هي اللي تعتبر الكبيره، يعني من وهي عندها 10 سنين لبسها الحجاب، والبنات مبسوطه يعني بلبس الحجاب طبعا. احنا شايفين محمد قلع بنته الحجاب، ودلوقتي ما شاء الله البنت على التيك توك وعلى في كل المواقع طبعا شايفينها. وهنقول برضو زي ندى ووفاء اللي الشجرة قلعتهم الطرحة، قلعتهم التحجيبة. هنقول ايه ولا ايه بجد يا محمود؟ يعني هتقولوا لي طب ما محمود ليه اخطائه وكان رامي بنته التانية والكلام ده كله. احنا بنقول يا جماعة الحاجة الايجابية لازم نطلع نقولها، زي ما بنقول السلبي بنطلع نقول الايجابي. فيديو اكتر من روعة. هو بنته خلاص بلغت، وهو متعود ان يلبس بناته الحجاب لكن مش اجباري زي الناس ما كاتبه في الكومنتات بتقول ان ايناس زعلانه ومجبوره. لا يا جماعه، البنات ما شاء الله عليهم بيسمعوا كلام ابوهم. وفعلا يمكن محمود من احسن اخواته، اللي هو يعني كونه ان هو يكلم ولاده ويقنعهم ان يلبسوا الحجاب وهم صغيرين كده. احنا شايفين انجي ما شاء الله لابسه الحجاب من وهي صغيره. فبجد سحر احنا عارفينها بنت اصول، وبدات الفيديو بتاعها يا جماعه ان هي بتدعي للحاج جابر. ما شفناهاش من لا وفاء ولا نهال ولا الاء، يعني بجد يمكن دي الوحيده سحر اللي عندها اصل متربيه على طبليه ابوها، كونها ان هي تدعي للحاج جابر ربنا يرحمه يا رب والجنه ونعيمها. فهي عندها اصل بجد يا محمود. احنا بنقول لك شابوه ان انت فعلا ولادك بتعودهم على لبس الحجاب. فيديو اكتر من رائع. حطوا لي بقى اللايك حبايبي. وهنتكلم في تاني موضوع. ام جنى بجد والكوارث والقرف اللي هي بتعمله. سامحوني ان انا بتكلم يعني انا لما بجيب سيره الست دي بتعصب شويه وما بحبش والله اتكلم عليها، لكن الناس بتقول لي طول لنا الفقره شويه بتاعت ام جنى. فحاضر من عينيا الاثنين. هنتكلم في مش هتكلم بقى في لايف معين، لان هي بتخرج من القناه دي بتعمل فيها لايف وبعدين تخش على القناه التانية. عندها 3 قنوات يا جماعه، فعايزه تشغل القنوات كلها باللايفات. طبعا ما بقتش تعمل فيديوهات زي الاول كل شويه وانا هولد. انا مش عارفه الست دي، انا حاسه بجد ان هي هتولدنا كلنا وهي لسه ما ولدتش. طيب يا ام جنى ما عجبنيش حاجه في لايف يا جماعه، ان هي بتعامل ابنها احمد معامله وحشه قوي قوي. يعني نادت على مازن جوزها يا مازن الحق احمد. طب ما انت حبساه يا حبيبتي، انت حبساه في الاوضه كده ولا كانه طفل صغير. ابنك شاب في جامعه، فعيب عليكي. زمان دلوقتي اصدقائه بيعايروه بيكي والله. الحق يا مازن الواد صاحب النت، خد منه التليفون، هو صغير يا حبيبتي. ده الطفل دلوقتي اللي عنده 4 سنين و5 سنين ماسك موبايل. فعيب عليكي تعاملي ابنك كده. العيال على اخرهم. احنا شايفين بجد الواد احمد يمكن هو عايز يا عيني يبقى ليه شخصيه غير ابوه خالص. احنا شايفين ان مازن شرشوبه اليوتيوب. طبعا انت كنت عامله في اللايف رخمه شويه وبتطلعي راحت الورك وقع، وشويه راح مازن جابهولك وحتى انت خدتيه من على الارض وحطيتيه على طول في الصينيه تاني.
هو مسك حته ومسح الارضيه. يا مازن عيب عليك بقى، كسفتونا، لان احنا بنتعاير بالرجاله يا جماعه بتوع مصر، والله يا جماعه دول قله قليله. وتملي نقول لكم الموضوع ده مش كل الناس كده. ابتدت الواد احمد بجد صعب عليا جدا، حتى قفلت اللايف ده ساعتها عشان الكومنتات بهدلوها، فعملت حجتها ان هي تعبانه ومش تعبانه. احنا عارفين ام جنى انت مقدره اولادك، مسيطره عليهم، حاكمه عليهم. هيجيله وقت متهيألي العيال دي هتنفجر فيكي والله. انت كل حاجه همك المشاهدات، همك ان احمد يقعد معاكي بس. احنا شايفين الولد حتى بيبات مع سته بوسي. فبجد حرام عليك يا ام جنى. جنى اللي كبرت قبل اوانها، اللي بتقف جنبك دلوقتي كانها هي امك، يعني انت بتصغري هي بتكبر والله. ريان ابنك اللي هينفجر انت مقدراهم، مسيطره عليهم سيطره، خلي بالك. العيال دي هتنفجر، واول ما هينفجروا فيكي انت يا ام جنى. اوعي تفكري الفلوس دي كلها اللي انت عماله تجمعيها مش هتنفعك. امتى هتولدي بقى وتريحينا؟ لايفاتك كلها وتعبانه وخلاص انا هولد. هتولدي امتى؟ اولدي بقى وخلصينا. رحت عملتي اللي هو نقل الدم بتاعك ده صريخ، تاخدي الابر صريخ، تعملي كل حاجه، تصوتي مهيبره. اهدي يا ام جنح، يعني عيب والله. انت معاكي عروسه وعريس ما شاء الله، دول بيتعايروا اكيد بيكي والله، وبالذات احمد. احنا شايفين الولد ده يا جماعه مغلوب على امره. انت عايزه احمد بس يقعد جنبك كده عشان المشاهدات، لان الناس بتحب الولد ده. فحتى من نظرات عينيه باين عليه جدا ان هو مش حابب الوضع بتاعكم خالص. مازن اللي هو مطوعك. حاضر يا ام جنى، نعم يا ام جنى. خدي التليفون من احمد يا مازن، ما انت واخداه. كل ما ريان يعمل حاجه خد التليفون منه يا مازن. ايه ده؟ وانت يا مازن فين شخصيتك من كل ده يا جماعه؟ العيال دي عايزه والله حد يحتضنهم. عايزه جنى دي صعبانه على الواحد جدا. البنت رقيقه وجميله، شايلتيها الهم، قاعده تنظمي لهم برضو وتقولي اوضه لما اولد الاوضه دي ينام فيها الواد يزن، ولا هتسميه يزن الصغير ينام مع جنى، ومازن الصغير هينام مع ريان، وانت ومازن طبعا الاوضه بتاعتكم. خفي يا ام جنى، مفروض انت تنامي جنب ولادك. سيبك بقى من مازن الكبير شويه. يعني انت عايزه تجيبي ولاد تاني يعني ولا ايه؟ ربنا يخليلك اللي معاكي، انت تنامي في وسط ولادك الصغيرين. اللي طفل لما تولديه هيحتاج الرضاعه، ومازن التاني ما كبرش، عنده سنه وكام شهر، محتاج حبك وحنانك وعطفك. لكن انت ست بجد بتجري على القرش، مع ان معاكي فلوس جامده جدا، ربنا يزيدك. انت اغنى واحده على اليوتيوب، لكن مش عارفه انت بتجري كده ليه. ويعني الفلوس والله هي اللي عامله لك الهيبره دي. على فكره انت مش عارفه تعملي ايه ولا ايه يا ام جنى. راعي ربنا في ولادك، صعبانين علينا والله العيال دي. الولد ريان اللي بجد هينفجر، الولد ده مش بعيد يكون عنده السكر وانت اهملتي فيه. جنى اللي بتلبسيها من لبسك الإسدالات، اللي عودتيها خلاص تأكل الواد وتعمل له حمام وتحميه وتغير له البامبرز، وشايله هم المواعين والاكل، وانت قاعده 24 ساعه على اللايفات عشان تجمعي فلوس. حرام عليكي والله. مش عايزه اطول مع الفقره دي يا جماعه، بتنرفزني وحياه ربنا. حطوا لي بقى اللايك. هنتكلم في ابو مالك وسماح وحب حياتك، وطلعنا بغرفه النوم كل يوم تعمل لنا فيديو يا جماعه، وكل يوم ويوم لا. مره على اللحاف اللي جايباه، ومره اوضه النوم، ومره تصور لنا وهي بتنشر الكوتشيهات على البلكونه. كل ده كلام فاضي. انا عايزه اقول للناس بقى الكومنتات بجد اللي بتجي لها وتقول لها صلي على النبي، احنا مش عايزينها تصلي على النبي، لان دي يا جماعه خارجه، هي عايزه تخرج من جلدها، عايزه تخرج بقى من اللي هي فيه. فيديوهات طويله عريضه، بقيتي بارده قوي يا سماح، مش لايقه اصلا في الرقه، والصوت الشتوي اللي انت بتعمليه مش لايقه. ما تنسيش اصلك والله يرحمه، يعني الله يرحمه. هنقول ايه بس؟ انت ارجعي لاصلك كده وتشوفي فيديوهاتك الاولانيه. طلع علينا بقى ابو مالك بقناه جديده، والروتين بتاع ست الحاجه والدته، لان دلوقتي احنا شايفين الست سحوره وبنت بيت طويل عريض ما شاء الله، كل ده متدعم يا جماعه. فابو مالك قال طب ما احنا نعمل احنا كمان قناه، و
على فكره يا جماعه، هي سماح وابو مالك مش هيتطلقوا ولا كده، وبكره تقولوا ان انا قلت لكم، لان دي بيحاولوا يستقطبوا الداعمين، بيستقطبوا المتابعين اللي هم بيتفرجوا عليهم، بيخلصوا الباقات بتاعتهم. طلع علينا والست والدته بتعمل روتين، والنهارده طلع علينا برضو بفيديو تاني وبالصلاة على النبي وبيذكر الله وبيقدم لنا آية كده في أول الفيديو، عكس سماح نهائي. فده هينزل لنا فيديو، وسماح فيديو، وأبو مالك فيديو، وإحنا اللي قاعدين بنغرم بس حق الباقات. اهدوا شويه المتابعين، دي قصه بيعملوها عليكم، وكل ده عشان الترند يا جماعه. ابو مالك الشحط الطويل العريض راجل طالع يعمل قناه، ليه ما تشتغل؟ انت طالع تشحت على الست الوالده، من امتى الست الوالده بتعمل فيديوهات؟ وانت طالع بجد ما تشتغل يا عم، ما انت زي هقول ايه ده، انت تعرش على زريبه، انا اسفه يعني. اشتغل بدل ما انت قاعد تشحت كده على والدتك وفاتح قناه. والله عيب عليكم، كسفتونا وعرتونا رجاله اخر زمن. بشكركم حبايب قلبي. معلش لما بتعصب كده بجد والله العظيم الناس دي تحرق الدم. بشكركم حبايب قلبي، شكرا جزيلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.